لما طلعت اتكلمت وقلت ان اداء النادي الاهلي امام فريق ايجل نوار البوروندي في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا مع مدربه الجديد ياستروب اداء متواضع للغايه، سواء في مباراة الذهاب او الاياب. ناس كتير جدا طلعت انتقدتني وهجمتني وقالت لي انت بتكسر في المراكب السايرة وبتقول غير الحقيقة. اما اللي حصل امبارح اكد على كلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في العرضة على الفنار مع الاعلامي والصحفي احمد السيد. اهلا بكم. الحقيقة امبارح الاهلي تعادل مع بتروجيت وهنج امام الفريق البترولي المتواضع. الاهلي بيشتكي من اول الدوري ان الفرق بتعمل تكتلات دفاعية امامه وبتبني حوائط، وبيشتكي من طريقة علاء عبد العال بتاعة غزل المحلة وكل هذه الاشياء من هذا القبيل. اما امبارح الحقيقة الفريق البترولي لعب ماتش مفتوح، راح بهجمات، سجل هدف اول، باغت النادي الاهلي، ومع ذلك الاهلي ما قدرش غير ان هو يحصد نقطة ثمينة امام هذا الفريق المحترم اللي لازم نرفع له القبعة على الاداء اللي عمله بالامس. الحقيقة ياستروب حيران لحد دلوقتي في هجوم النادي الاهلي. تريزيجيه وبن شرقي واحمد مصطفى سيد زيزو وجراديشار وطاهر محمد طاهر، ذلك الخماسي الهجوم القوي اللي مش قادر ان هو يصد على خطة ياستروب في المباراة الثالثة اللي بياخدها هذا المدرب الهولندي مع النادي الاهلي، او الدنماركي، انا اسف، مع النادي الاهلي. دنماركي وهولندي كلها بلاد يعني. فالاهلي امبارح بيفقد نقطتين ثمينتين امام بتروجيت. خسر امبارح الاهلي نقطتين. بدات الناس تتكلم وتقول اصل في النواحي الهجوميه اصل الفينش فيه مشكله. بالفعل الفينش فيه مشكله، وده كان ظاهر بوجود طاهر محمد طاهر. لما نزل جراديشار قدر ان هو يحرز الهدف، ولكن برضه تحس النادي الاهلي مضيع 3-4 كور قدام الجون كان ممكن يفرقوا معاه بشكل كبير جدا. حكم اللقاء امبارح كان يعني متعاطف شيئا ما مع النادي الاهلي، ادى 9 دقائق في الشوط الثاني ولعب اكتر وبتاع، وكان يعني النتيجه كانت ممكن تتغير في الوقت القاتل من المباراه زي ما عودنا النادي الاهلي، ولكن قدر بتروجيت ان هو يحافظ على دفاعاته المتينه ويحصد نقطه غاليه ايضا من النادي الاهلي علشان يبقى سيراميكا في الصداره. ده يدخلني على طول على كذبة علي ماهر وان هو رايح الاتحاد الليبي بعد الخسارة الاتحاد الليبي امام النادي المصري مع نبيل الكوكي المدرب الكبير النادي المصري البورسعيدي الرائع واللي بيقدم اداء ممتاز هذا الموسم سواء في الدوري او في الدوري او في الكونفدرالية. الحقيقة قالوا المدرب بتاع الاتحاد الليبي، وقيل ان المدرب علي ماهر هو البديل لهذا المدرب في الاتحاد الليبي، ولكن يخرج بعض المقربين من علي ماهر علشان يكذبوا كل الكلام اللي اتقال، واتقال ان علي ماهر في سيراميكا كليوباترا بعد ما هو متصدر الدوري. طب متصدر الدوري امشي ازاي وامشي ليه ومين يمشيني ومين يقدر عليا وانا على قمة الترتيب في الجولة 12؟ علي ماهر مقدم موسم رائع مع سيراميكا كليوباترا، والاهلي امبارح مدله يد العون علشان يفضل في الصدارة. هل الزمالك بقى النهارده يمدلهم هما الاثنين يد العون علشان ينافسوا بعض في المركز الاول والثاني؟ لا، الزمالك بعد قليل مع البنك الاهلي في اختبار صعب ايضا ليانيك فيريرا. تشكيلة نادي الزمالك اللي ظهرت منذ قليل: محمد صبحي في حراسة المرمى، محمود بن تايج وحسام عبد المجيد، محمد اسماعيل وعمر جابر، نبيل دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، والمتألق النجم خوان بيزيرا، وشيكو بانزا وعدي الدباغ. بدلاء نادي الزمالك النهارده على دكة الاحتياط: مهدي سليمان حارس المرمى، والونش فتوح ربيع، محمد شحاتة، وجعفر سيف جعفر، ومعالي، وعمرو ناصر، وسيف الدين الجزيري. دي تشكيلة نادي الزمالك النهارده. كل الزملكاويه غير متفائلين الحقيقه بتعادل الاهلي امبارح، وبيقول لك ان الزمالك هيعملها ويدي هديه كالعاده للنادي الاهلي ويتعادل النهارده امام البنك الاهلي، او لا قدر الله
تحصل نتيجة سلبية ويخسر كمان. هل الزمالك يعمل كده النهارده ولا يشد حيله ويبدأ ان هو يخش في المنافسة تاني ويعتلي يمكن المركز التاني ولا حاجة ويخش في المعمعة مع الاهلي وسيراميكا والمصري؟ هنشوف ونتابع. النهارده اختبار قوي ليانيك فيريرا قبل السفر الى الامارات وخوض البطولة الاهم وهي السوبر المصري، واللي هتحدد مصير يانيك فيريرا اللي انا من وجهة نظري انه راحل لا محالة، ولكن يقف امام رحيله ان الزمالك معوش فلوس يمشيه، ودي القصة كلها وما فيها. حصل بعض لعيبة الزمالك على بعض من مستحقاتهم واتوعدوا ان هم هيحصلوا على بعض الاخر قبل السفر الى الامارات دبي يوم 3 نوفمبر المقبل ان شاء الله. وبمناسبة المستحقات، محمد السيد بعد ما هاجمته الماتش المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت وقلت اللي حصل واللي سوى ومحمد عايز 15 مليون، لقيت في اتصالات بيقولوا لي يا استاذ احمد، يا احمد بيه، يا احمد باشا، محمد السيد عايز يجيب شقة وعربية وعايز يتجوز، يعني طموحاته العادية جدا اللي اي حد شغال في اي شركة في اي مكان في مصر عايز يطمح ان هو يبقى معاه شقة ومعاه عربية ويتجوز. نادي الزمالك اصبح لا يستطيع ان يلبي للاعبيه الطموحات العادية وهي الزواج والعربية والشقة. فالاستاذ محمد السيد او الكابتن محمد السيد عايز عربية ان شاء الله صيني، ان شاء الله صيني، وشقة فيصل، وكمان وعايز يتجوز. ابو العروسة بيقول له يا ابني انت بتلعب في نادي الزمالك ورايح جاي ولا ايه، ولا فلوس ولا باين عليك حاجة، وبتجيلي في اوبر كحاله كحال كل اللعيبه اللي بدات. انا بقى بقول له نصيحه يا محمد يا اخويا الصغير، اتقل واصبر يا ابني، جمهور الزمالك مش هينساك، وربنا طبعا فوق كل شيء ما بينساش حد، ولكن جمهور الزمالك مش هينسالك الموقف. عملت موقف حلو مش هينساه، عملت موقف وحش مش هينساه. وده كانت حلقه النهارده من في العارضه على الفنار. اعمل لايك واعمل اشتراك في القناه على اليوتيوب، ومتابعة لصفحة الفنار، ومتابعة لصفحة الفيسبوك الإعلامي أحمد السيد، وخليكم دايما معانا، واشوفكم إن شاء الله في حلقة بكرة. سلام عليكم.